ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده جايه لكم بوصفه تحفه بقى، بسم الله ما شاء الله، ولا اجمل ولا اروع ولا اسهل من كده. البفتيك او الاسكالوب بانيه، حاجه كده عظمه اللهم بارك. بصوا شكله حلو ازاي، والكفر بتاعه ثابت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده روعه. ايه ده، انت لسه يا قمر ما حطيتيش اللايك وما شيرتيش الفيديو وكومنت حلو زي كده؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، حاجة اللهم بارك، عظمة بجد، والطعم خرافة. يلا بينا بقى على الوصفة. انا معايا هنا كده بصلتين، هحطهم في الكبة وهفرمهم كويس قوي، هنعمهم خالص عشان اخد منهم اكبر كمية من المية. بعد ما فرمت البصل هصفيه خالص وهخليه مفهوش اي مية، عشان برضه انا هحتاج التفل ده، مش هرميه، احنا بنرميش حاجة، احنا بنستخدم كل حاجة عندنا، كل حاجة ليها لازمة، اوعي تستكتري نعمة ربنا. بصوا بقى كده بسم الله ما شاء الله، انا جبت كيس كده من بتوع التلاجة وهحط فيها التفل ده بعد ما صفيته خالص. ده بقى ينفعني في كفتة، ينفعني في اي حاجة انا عايزة اعملها بالتفل بتاع البصل، بس مش محتاجة بقى ان انا افرم بصل عشان اخد التفل والكلام الحلو ده. وبعد بقى ما حطيت التفل بتاع البصل كده في كيس، هفرده كويس قوي وابططه عشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، وهحطه في الفريزر بقى لاي وقت انا احتاجته فيه. وهنزل بالتوابل على مية البصل، معلقة من البهارات السبعة، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقة بابريكا، نص معلقة صغيرة سكر، ومعلقة كده من الخل. الخل والسكر هنا بيساعدوا على سوى البفتيك وما بتخليش البفتيك يشد معاكي. وبعدين هنزل بالبفتيك على مية البصل، انا مخليه الجزار كده مظبطها لي، بصراحة الجزار عامل الحجم مظبوط وهي زي الفل بصراحة، بسم الله ما شاء الله. هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده في مية البصل، وبعد كده هنغطيها ونحطها ساعتين في التلاجة. ممكن لو عملتيها من بالليل هتبقى احسن وافضل طبعا. يلا نحضر بقى الكفر اللي هنغلف فيه البفتيك بتاعنا. هنا كل كوباية من البقسماط هنحط عليها نص كوباية من النشا. النشا بيحافظ على البفتيك، بيخليه ما يفكش الكفر منه. وهنحط عليها كده معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود. طبعا لو احتجت بقسماط ونشا تاني هحط، بس أنا بحط حبة حبة علشان ما خاطر ما هقدرش وفي الآخر نرمي الباقي. وهنقلبه بقى كويس قوي كده مع بعض. وفي بولة هنزل ببيضتين وعليهم ربع كوباية من اللبن، وهنحط عليهم كده ملح وفلفل أسود، وبعد كده هضربهم مع بعض كويس لحد كده ما يمتزجوا ويختلطوا مع بعض. بعد كده بقى طلعت البفتيك من التلاجة، محضرة كده حبة من الدقيق، هنزل البفتيك فيه الأول وهضغط عليه كده عشان الكفر بتاعه ما يفكش، لازم تضغطي عليه، وبعدين هنزل بيه في البيض واللبن كده، وبعد كده هنزل بيه على البقسماط على طول. من التركات المهمة في البفتيك أو في البانيه أو الحاجات دي، إنك لازم تضغطي عليها جامد علشان خاطر ما تفكش منك، او الكفر بتاعك يخلع يطلع من اللحمه او الفراخ او الكلام ده. برضو بنفس الطريقه هعمل كده حته تانية قدامكم عشان تشوفوها. طبعا انا عارفه ان كلكم بسم الله ما شاء الله يعني شاطرين وحلوين وبتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس انا بعمل الفيديوهات دي للبنوتات الجمال اللي لسه بيتعلموا، علشان لو شافوا فيديو من فيديوهاتي واستفادوا منه يدعولي ان شاء الله. هنا بقى كده معايا طاسة على النار، انا بحب اختبر الزيت كده اذا كان سخن او لا. اول ما الزيت يسخن معاكي على طول هنزل كده بالبفتيك وشوية وهقلبه، مش هيكمل معايا دقيقة. هقلبه على الناحية التانية على طول زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، وهيطلع بقى لونه ذهبي وتحفة. اهم حاجة ما تتكيش عليه قوي في السوا علشان خاطر ما يتحرقش منك واللحمة تنشف جوه الكفر. بصوا بقى كده بسم الله ما شاء الله اللون جميل ازاي اللهم بارك. وبعد كده اول ما يدينا اللون الذهبي الجميل ده على طول هنطلعه كده على مناديل المطبخ عشان يتصفى، وبعدين بننقله على الطبق على طول عشان ما نحطش كله على بعضه، عشان برضو ما يبقاش شارب زيت. زي ما انتوا شايفين كده طريقة سهلة وجميلة، وعلى فكرة عايزة اقول لكم ان طعمها تحفة. والف هنا وشفا وتفضلوا معانا. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، وبعد كده هنقدم بقى الأكلة بتاعتنا الجميلة مع طبق سلطة حلو كده. أنا عملت جنبها كده رز أبيض، بيبقى طعمها حلو قوي مع الرز مع طبق سلطة، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وألف هنا وشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بالشير وباللايك والكومنت الجميل اللي زيكم عشان الفيديو يوصل لناس أكتر، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.